اهلا بيكم في حلقتنا النهاردة واللي هي بعنوان ازاي اتغلب على القلق. لما اي حد فينا بيواجهه مشكلة والمشكلة دي مسببة له قلق، لازم اول حاجة يعرف ايه السبب القلق ده عشان تعرف تتخلص من المشكلة والظرف اللي مسبب لك قلق ونوبات هلع. وطبعا علاج القلق والخوف الغير طبيعي ده هيتم على طريقتين، ولما نيجي نتكلم عن اول طريقة معانا واللي هي الطريقة الميديكال، بتروح للدكتور يوصف لك أدوية تهدي أعصابك وتساعدك إنك تتخلص من القلق والخوف الغير طبيعي عندك ده. وبما إن الدواء بيشتغل على المدى الطويل، ففي ناس ممكن ما عندهاش صبر إنها تستنى وقت طويل خالص، أو ما عندهمش استعداد إنهم يتعاملوا مع الآثار الجانبية، فدول بقى يجولي هنا ويركزوا معايا كويس عشان الفيديو ده مخصص ليهم. تعال بقى يا صاحبي للطريقة التانية واللي هي العلاج السلوكي. أول خطوة معانا واللي لازم تعرفها وبتكون بأننا بنحط نفسنا قدام حاجة اسمها الرياليستيك ثينكينج. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك يا ترى ازاي أتعلم إن أنا أكون بفكر بتفكير رياليستيك. هقولك على شوية خطوات بسيطة هتمشي عليها وهتساعدك كتير قوي. كل ما يجيلك نوبة هلع أو خوف أو قلق من اللاشيء، خايف من المستقبل، خايف من بكرة، خايف تطلع من البيت تدوسك عربية، خايف تقابل حد ومتعرفش تتكلم قدامه ويكون شكلك وحش، عشان تعود نفسك انك تفكر تفكير واقعي realistic thinking، اول ستيب بنسميها السيلف توك، يعني الحديث مع النفس. اسأل نفسك كده، هل انا خوفي او الحاجة اللي انا خايف منها دي من الموقف نفسه ولا خوف من المشاعر المتكونة حوالين الموقف؟ بمعنى كان خوفك من الموقف نفسه، مثلا خايف انك تقابل حد جديد ومتعرفش تتكلم او تتعامل معاه، ولا خايف من المشاعر المتكونة حوالين الموقف ده، خايف وقلقان انك لو اتوترت هتبوظ كل حاجة، خايف وقلقان انك لو ما اتكلمتش هياخد عنك فكرة مش مظبوطة او فكرة مش حلوة. في الحقيقة احنا ما بنخافش من الموقف نفسه، لا احنا بنخاف من المشاعر والافكار اللي بنكونها حوالين الموقف ده. فلو عايز اضرب لك مثال يوضح لك اكتر، عندنا ام محمد وام سلمى، ولادهم الاتنين طلعوا رحلة بس تفكيرهم في المواقف مختلف. فأم محمد تفكيرها عادي إن عيالها يروحوا الرحلة وبتقول يا رب ينبسطوا ويرجعوا بالسلام. أما أم سلمى بتعاني من الخوف والقلق الزيادة عن اللازم، بتفكر حوالين الموقف بطريقة تانية، فكل اللي في بالها أفكار سلبية وبتتوقع الصدمات والأسوأ دايما. ونفس الموضوع برضو لو أنا عندي شخصين عندهم انترفيو، الانترفيو دي بتمثل الموقف. واحد فيهم بيفكر يا ترى هيبصولي ازاي، يا ترى هعرف اتكلم، يا ترى هتلخبط ولا لا، يا ترى هسقط ولا انجح، اكيد هسقط. شايف كل الافكار دي كلها متمركزة حوالين الشعور اللي هيحس بيه وقت الموقف. اما الشخص التاني بيفكر ازاي، بيفكر ان هو عادي لو نجحت، عادي لو فشلت، كده كده هشوف مكان تاني لو فشلت، انا محضر نفسي كويس اكيد هنجح وهعدي، عارف ان انا هجاوب. ملاحظ معايا تفكير كل واحد عامل ازاي؟ كل واحد فينا في اي موقف في الدنيا دي الموقف بيبقى واحد، بس التفكير بيكون مختلف وطريقة التعامل معاه بتكون مختلفة. تاني ستيب معانا واللي لازم تعرف هي ايه، اسأل نفسي هو في دليل على الحاجة دي؟ هل في دليل على ان ده اللي هيحصل؟ هل في دليل على اني مش هعرف اتكلم لما اقابل حد جديد؟ او في دليل ان ولادي مش هيرجعوا من الرحلة؟ فدايما قبل اي حاجة لازم اسأل نفسي ايه دليلي على التفكير ده، ولازم اعرف هل تفكيري ده حقيقي ولا تخيل. بمعنى لازم نفرق بين الرياليتي والإيماجينيشن. مثلا لو بفكر ان ممكن اموت بكرة او اهلي ممكن يحصل لهم حاجة، فانا لازم افكر ان ده إيماجينيشن ولا رياليتي. طيب انا بتخيل اهو وخايف ان حاجة تحصل، طب قولي ايه الدليل؟ ايه الدليل على تفكيرك وقلقك المستمر ده اللي ملهوش اساس؟ في الحقيقة ما عنديش دليل لاني معرفش المستقبل. والفرق بين الرياليتي والإيماجينيشن انهم قاعدين قدامي وكويسين وفرحانين مفهومش اي حاجة الحمد لله وكلهم زي الفل. تاني خطوة معانا، اسأل نفسي ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل لو فعلا حصلت الحاجة اللي مسببالي قلق وخوف غير طبيعي. طب ما نيجي نفكر فيها كده، لو دخلت فعلا الانترفيو وسقطت فيها، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ الناس يعني هتضحك عليا؟ طب ما الناس ممكن تضحك عليك لو حصلك بانيك اتاك من كترة القلق مسيطرتش عليه وكنت بترتاش وبتعرق قصادهم. فانا ايه الاخف عندي، اني اتغلب على الافكار السلبيه دي وانا داخله موقف معين ايا كان الموقف هو ايه، ولا اني اضحك الناس فعلا عليا والفت الانتباه من كتر ما انا عندي حاله قلق وخوف غير مبرر؟ فالخلاصه دايما اسال نفسي
ايه أسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ لو انا قابلت شخص جديد، لو ولادي راحوا الرحلة، لو انا رحت انترفيو ما نجحتش، ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ لو فرضنا لا قدر الله انه حصل حاجة، فالموضوع هنا قضاء وقدر، انت مالكش دخل فيه، انت مش هتغيره، قلقك ده مش هيزوده ولا هيقلله. ولما نيجي نتكلم عن الخطوة الثالثة واللي ليها أهمية كبيرة جدا، نستخدم أسلوب النفي. أكد على نفسك إن فعلا ما عندكش دليل قاطع على إن الحاجة اللي مسببة لك قلق دي هتحصل. لازم تقول لنفسك لأ، اللي في دماغي دي وساوس وتخيلات، أنا بالفعل هسيطر على الموقف ده، أنا بالفعل مش خايف أتكلم قدام فلان، أنا بالفعل هعمل كذا وكذا وكذا. فالنفي والتوكيد الداخلي ده، لأ أنا هقدر أسيطر على الموقف ده. فانت لما بتعمل كده ده بيديلك طبطبة من جواك، ونفسك بتهدى اكتر وبتطمن، وبتكلمها انك فعلا قادر تسيطر على الموقف ده. طب لو فرضنا انك عملت كل ده وبرضه لسه قلقان ومش قادر تهدى من جواك ومش عارف تسيطر على نفسك ولا على قلقك ده بقى هيوصلنا للطريقة الرابعة واللي بنسميها تمارين التنفس. ايوه زي ما سمعت كده بالظبط. طبعا هتيجي تتريق وتقولي ايه تمارين التنفس دي وهتفرق معايا ايه؟ لو سمحت ما تتريقش، لان فعلا التمارين دي هتفرق في حياتك كتير، وهتلاقي فعلا نتيجة مش هتخطر على بالك نهائي. وطبعا اللي هيخليها تجيب نتيجة هو سبب واحد بس، انت لما بتقلق وبيوصل قلقك انه يجيلك بانيك اتاك، هل انت بتكون قاعد رايق كده يا جماعة اصلا عندي بانيك اتاك، ولا بتكون قاعد بتتنفس بسرعة، بتاخد نفسك بالعافية، بتوتر؟ فاذا عشان اهدي ضربات قلبي اللي هترسل لمخي اشارة ان كل حاجة على ما يرام، وانه لازم اهدي من سرعة نفسي وتوتري، وان كل ده حالة مؤقتة ومش هتدوم، فالموضوع وما فيه ان احنا هنهدي نفسنا عن طريق التنفس العميق. وبما ان التنفس العادي اللي كلنا بنمارسه كل يوم ده اسمه تنفس سطحي، الناس الصح اللي بتعمل رياضة هي الناس اللي واخدة بالها من نفسها، معودين نفسهم دايما ان عندهم جزء من اليوم حتى لو عندهمش قلق يخصصوه انهم يتنفسوا تنفس عميق، شهيق وبعدين زفير. ده بنعمله في اليوم يجي 10 أو 20 مرة، حتى لو انت ما عندكش قلق وانت عادي. فمثلا لو انت خارج رايح تتمشى، لو انت رايحة شغل، لو انا واقفة بعمل اي حاجة، بس لازم على الاقل اعود الرئة انها تاخد نفس عميق وتطلع زفير وشهيق. فالتمارين دي مهمة عشان نطلع عدم الهدوء الداخلي اللي جوانا ونقدر نتعامل مع الموقف بعقلانية. اخر خطوة معانا هقولك عليها واللي هي لازم تحطها في دماغك قوي تنتبه ليها، خليك رحيم بنفسك. بمعنى قول لنفسك في الموقف اللي انت خايف منه كأنك بتكلم صاحبك، لو جاي يقولك انا خايف من الموقف ده، انا خايف اني افشل في الامتحان، انا خايف من بكرة، هل انت هتقوله ماشي كمل خوفك وخليك عايش في مخاوفك والامك دي؟ لا طبعا، هتقوله خفف عن نفسك، خايف من ايه؟ ده حاجة بسيطة وسهلة، كل اللي يحصل ده قضاء وقدر، خوفك وقلقك مش هيغير حاجة. فانت هتبدأ تتكلم معاه باسلوب حنين وهادي، وده برضو اللي المفروض تعمله مع نفسك. تعال اقولك بقى على حاجة مهمة جدا معظمنا مش عارف اهميتها، وهي انت عارف لما بتصارح حد مقرب منك او صديقك بالحاجة اللي بتقلقك ومسببه لك هلع وخوف دي، ده بيقلل كتير قوي من القلق اللي جواك وبيزيح جزء كبير منه. فلو احنا اتبعنا الخطوات دي انا متأكدة انك هتقدر تسيطر، لا وكمان تتغلب على القلق والخوف اللي جواك وعلى حالات البانيك اللي بتجيلك. وبما اننا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وطبقتوا كل الخطوات دي عشان تحسوا بسلامة انفسكم وتعيشوا حياة سلسة وطبيعية، واشوفكم على خير.